جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا. صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما، لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع احسن نتيجة. مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عقل وقلب. النهارده انا مش هكلمك على تطور الذات والنجاح ولا هكلمك على الحاجات الحلوه دي. انا النهارده هاخدك معايا في رحله غريبه خالص، وهي اسوأ نقطه في النفس البشريه. عمرك حسيت ان في حد بيتأذى قدامك وانت من جواك فيك سنه فرح كده؟ عمر حد نجح عليك فانت حسيت بشويه غيره؟ عمرك حسيت ان انت بتحقد على حد، بتحسد حد رغم ان انت انسان سوي وانسان كويس، وعمرك ما حسيت بالحاجات دي ناحيه حد؟ بس في اوقات معينه كده ومواقف معينه وناس معينه انت بتحس ناحيتهم بحاجات زي كده. دي النقطه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، او حلقه النهارده قايمه على الجزئيه دي. خليني احكي لك تجربه كده اتعملت في ستانفورد سنه 1971. التجربه دي من اغرب التجارب اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، واغرب الحاجات اللي هتعدي على دماغك وهتتصدم لما تعرف اللي حصل في التجربه دي. جابوا مجموعه من الشباب كلهم صحاب، كلهم يعرفوا بعض، والناس دي كويسه وعلاقتهم كويسه جدا مع بعض، وحطوهم في مكان عامل شبه السجن، وخلوا فيه منهم ناس ضباط وناس مساجين. هي مجرد تمثيليه، كلهم ممثلين، ولكن اكتشفوا ان الضباط بداوا يتعاملوا ان هم ضباط بجد، وبداوا يدوا اوامر للمساجين، وبداوا يعنفوهم، وبداوا يضربوهم، وبداوا يعذبوهم نفسيا وجسديا، وتحولوا لوحوش حرفيا. والمصيبه الاكبر ان السجناء دول فكروا ان هم سجناء بجد، وابتدوا يتعاملوا مع التانيين ان هم ضباط وان هم ليهم سلطه عليهم. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها النهارده، وهي الظل الاسود للنفس البشريه. كلنا عندنا 3 حاجات موجودين جوانا باختلاف نسبهم من شخص للتاني، وال3 حاجات دول انت ممكن تستغرب ان هم موجودين جواك، ولكن انت لما انا اتكلم معاك فيهم هتلاقي في مواقف معينه عدت عليك في حياتك استخدمت فيهم حاجه من دول. اول حاجه النرجسيه وحب الذات، ان انا ابقى عايز اخد كل حاجه لنفسي. يعني انا وصاحبي مقدمين على وظيفه، فانا عايز اكسب الوظيفه دي رغم ان انا بحب صاحبي وبحب له خير. تاني حاجه الميكافيليه، التلاعب والدهاء. انت بتتلاعب وبتعمل دهاء عشان توصل لحاجه معينه، بتعمل خطط عشان توصل لحاجه معينه، حتى لو الحاجه دي كويسه، فالحته دي موجوده فيك. ممكن تكون استخدمتها في مره في شر او مرتين في شر، بس هي موجوده جواك. تالت حاجه السايكوباتيه، انعدام التعاطف وانعدام الضمير. انت بيجي عليك موقف معين كده ممكن تكذب عشان توصل لحاجه معينه، او ان انت تعدي موقف معين بان انت اذيت حد او عملت حاجه عشان خاطر تطلع نفسك من حته فلانيه. فالظل الاسود للنفس البشريه ده موجود عندنا كلنا باختلاف كل واحد فينا بيشغله ازاي. ممكن انت تكون عارفه كويس جدا وتكون لامس الحته دي وعارفها فيك كويس، بس انت بتحاول ان انت توقفها في مواقف معينه، وفي غيرك لا، ما بيقدرش يعمل كده وبيتحرك على طول، واي حاجه بتيجي في دماغه بيعملها. فممكن يأذي عادي بسهوله عشان يوصل لهدفه، او يجي على حد عشان يوصل لحاجه معينه، وده بيحصل حوالينا كتير جدا. وعلماء النفس اثبتوا ان الجزئيه دي، ان اللي موجود عند الناس دي ساعات بيبقى فيهم ناس ناجحين جدا في الشغل، ولكن هو فاشل على المستوى الاجتماعي. انا ناجح جدا في شغلي لان انا وصلت لمنصب كويس بطريقه دهاء، بطريقه ان انا اذيت حد، بطريقه ان انا جيت على حد عشان اوصل لمنصب معين، ولكن اجتماعيا انا مكروه. وللاسف الشديد الناس دي ما بيكونش فارق معاهم خالص حته ان هم اجتماعيا مكروهين، هو هدفه ان هو يوصل لحته معينه في شغله. والنجاح في الشغل مش هو النجاح، النجاح في الحياه عموما هو النجاح. طيب خليني اخدك بقى من الجزئيه دي لجزئيه تانية قريبه منها شويه. هل كل واحد طيب او نيته طيبه وبيتعامل بسلامه نيه هو هيقابل ده من الناس؟ يعني هل انا لو زرعت خير عشان اشوف خير من الشخص اللي قدامي، هل انا هلاقيه؟ انا ساعدت حد في موقف معين، انا عملت حاجه معينه عشان خاطر تترد لي من الشخص ده، والشخص ده قابلني بسوء نيه، فانا بزعل من نفسي وبحس ان انا جيت على نفسي وعملت حاجات كتير غلط. ولكن انت ما عملتش حاجه غلط، انت اتعاملت بنيتك. خليني بقى اوضح لك الطرف التاني بيبص لها ازاي. لو انت عاملت حد بحسن النيه، ففي نوعين من الناس. اول واحد هيشيل لك ده وهيعمله لك كخير، وهيبتدي يفتكره لك في كل موقف انت بتتعامل معاه فيه. تاني حاجه بيشوفك، او الشخص التاني بقى اللي عنده الظل الاسود ده، او النفس الاسود، او علم النفس الاسود، بيشوف الموضوع ازاي بقى؟ بيشوف حضرتك صيده سهله، بيشوف ان انت حاجه يقدر يحقق بيها رغباته، سلمه يقدر يطلع عليها عشان يوصل للي هو عايزه. وبيبتدي يشوف الحاجات اللي انت بتستخدمها، او يشوف العواطف بتاعتك ومشاعرك ويبتدي يلعب عليها. فيبتدي دايما يحسسك بالذنب، يحسسك ان انت كنت مقصر في حته فلانيه، يضغط عليك في حاجه معينه، يحسسك ان انت جيت عليه في حاجه، فترجع تفكر وتجلد ذاتك وتحس ان انت جيت على الشخص ده فتعمل له الحاجه اللي هو عايزها، وفي الاخر تكتشف ان انت كنت مستغل بشكل مباشر. كم موقف عدى عليك في حياتك حسيت ان انت لما طلعت منه، ايه ده، الشخص ده ما كانش بيحبني، الشخص ده ما كانش زي ما انا عايز، الشخص ده اذاني، الشخص ده استغلني في موقف معين.
كده احنا فهمنا كل حاجة عن طريقة التلاعب اللي بيلعبها معاك المتلاعب وانت شخص طيب. فحاول على قد ما تقدر تقرا الاشخاص ده. يعني اول ما حد يجي يقولك حاجة فكر كويس جدا، هل هو بيدوس على العاطفة؟ هو داخل على حتة معينة كده بيدوس عليها في عاطفتك، فعايز يستفزك عشان تتنرفز، عايز يخليك تحس بالذنب عشان تعمل له حاجة معينة، ولا انت بتعمل الحاجة دي بكامل ارادتك؟ اقف قبل ما تاخد اي قرار وفكر فيه، هل انا بعمل الحاجة دي بكامل ارادتي، ولا اللي قدامي ضغط عليا باي شكل من الاشكال؟ حتى لو الشكل ده ما كانش ضغط مباشر، يعني ما كانش ان انا بغصبك على حاجه، ولكن انا مثلا بتعاطف، بخليك تتعاطف معايا، بحسسك بالذنب تجاه حاجه معينه، بضغط عليك نفسيا في جزئيه معينه، بخليك تجلد ذاتك في حاجه معينه عشان ترجع تعمل لي الحاجه اللي انا عايزها. ناس كتير جدا بيلعبوا بالحته دي، واغلبيه الناس مش فاهمين ان الناس دول بيتلاعبوا بيهم. ولكن انت لو وقفت فكرت شويه كده وشفت الشخص ده بيتعامل معايا ازاي، والطريقه اللي هو بيتعامل معايا بيها دي بتخليني اعمل حاجات انا مش حاببها، فهتفهم ان الشخص ده توكسيك وسام جدا ليك، وهتبتدي تاخد بالك منه وتاخد حذرك منه. ومجرد ما تقول لا على الحاجات اللي هو بيعملها دي هتبتدي تخسر الشخص ده تدريجيا. طيب عمرك حصل معاك موقف وجيت تحكيه وحكيته لحد، وبعد ما حكيت له قال لك لا انا كنت حاضر معاك الموقف وما حصلش كده، والحد ده انت بتثق في كلامه جدا؟ عمرك حسيت ان انت جيت تحكي الحكاية فحكيتها من سنة بشكل، وجيت تحكيها تاني حسيت ان انت بتحكيها بشكل تاني؟ عمرك حسيت ان مخك بيألف؟ الحقيقة ان ده بيحصل. مخنا بيألف مواقف مش بس بيفتكرها. يعني جسم حضرتك أو مخ حضرتك مش بس عنده ذاكرة، ده عنده إخراج ومونتاج وسينما كاملة بتحصل في دماغه على حسب مشاعرنا وأحاسيسنا ومواقفنا اللي بتحصل في حياتنا، وشكلها بيأثر علينا إزاي في حياتنا. فممكن أنت تكون حصل معاك موقف، الموقف ده تروح تحكيه لحد بس تحط عليه شوية التحابيش بتاعتك أو التجاويد بتاعتك، وممكن أنت ما تكونش حاسس إن أنت عملت كده، فتلاقي حد جه حضر معاك الموقف فيقول لك لا مش ده اللي حصل، اللي حصل واحد اتنين تلاتة. انت مش بتبقى مستوعب ومش بتبقى مصدق ان ده حصل بجد، وللاسف هو بيكون حصل بجد. فما تثقش في عقلك الثقه القويه قوي دي، وخليني احكي لك شويه مواقف حصلت تفهم منهم ان عقلنا ده بيمنتج وبيخرج على حسب الموقف اللي هو فيه. في تجربه اتعملت على مجموعه من الاشخاص ان هم جابوا لهم حادثه وشغلوها لهم فيديو، وسالوا الناس. اول مجموعه سالوهم قالوا لهم العربيه اللي اتخبطت دي كانت العربيه التانية ماشيه بسرعه جامده ولا لا؟ وسالوا التانيين نفس السؤال بس بدلوا كلمه خبطت بكلمه اتصدمت او اصطدمت. فكان رد فعل صادم ان المجموعه الاولى اللي سمعت كلمه خبطت دي خلت في دماغهم الحادثه تبقى اكبر، فشرحوا الحادثه بشكل اكبر بكتير جدا من التانيين، وقال لك في ازاز مكسور والعربيه اتقلبت ومش عارف ايه، والكلام ده ما حصلش. الحادثه بكل بساطه عربيه خبطت في عربيه. المجموعة التانية حكت الحادثة أقرب إلى التفاصيل، ولكن ما حكتش التفاصيل برضو بالظبط. طيب في واحد مؤلف كتاب اسمه ذا انفيزبل جوريلا كان بيتكلم على النقطة دي. إيه النقطة دي؟ المعلم بيقول أنا كنت قاعد بشرب قهوتي وفجأة لقيت حادثة حصلت قدامي، قمت بسرعة جريت، الحادثة حصلت في ثواني كده، وفضلت واقف مكان الحادثة لحد ما الظابط جه. وعشان أنا كنت من شهود العيان فسألني، قال لي إيه اللي حصل؟ قلت له والله العربية الرصاصي خبطت الموتوسيكل ده من الجنب كده وقعته، وخد بشهادتي وخلاص الموقف انتهى. لقيت الناس اللي واقفين بيقولوا ان العربيه اللي خبطت الراجل ده ما كانش لونها رصاصي، والعربيه اللي خبطت الراجل ده كان لونها ابيض. فانا وقفت وبصيت كده، ازاي ده انا متاكد 100% ان العربيه اللي خبطت الراجل ده لونها رصاصي، وانا واقف وشايف الموقف ده، ازاي العربيه يبقى لونها ابيض؟ وبدا يسال الناس لحد اما الراجل نفسه اللي عمل حادثه قال ان العربيه اللي خبطته ما كانش لونها رصاصي. فهو الوحيد اللي في الموقف ده كان شايف ان العربيه اللي خبطت الراجل لونها رصاصي. فلما جم يراجعوا الكاميرات لقوا ان فعلا كان في عربيه رصاصي معديه من قبل الحادثه ب10 ثواني. فالمخ خلط الامور ببعض وعمل المونتاج وطلع الصوره اللي هو شايفها دي. للاسف الشديد الراجل كان واقف مستني البوليس يجي عشان يحكي له اللي هو شايفه وعشان يثبت براءة الراجل اللي اتخبط. فالفكرة ان انت ما تثقش في عقلك 100%، ومش كل حاجة تفكر فيها او مش كل قصة حصلت في حياتك تفتكر ان انت شفتها بالشكل اللي انت عايزه. في عندنا مشاعر، في عندنا احاسيس، في مواقف، في حاجات كتير جوانا بتغير شكل الحقيقة جوه دماغنا. في جامعة هارفارد سنة 2019 عملوا بحث على مجموعة من الناس، واكتشفوا إن الناس اللي بيعيشوا في جو من التوتر والخوف أو مواقف من التوتر والخوف مخهم بيخزن الكلام ده في حتة معينة من المخ بتبقى مسؤولة عن المشاعر. فلما بيجي يحكي أو يحكي حاجة معينة حصلت معاه في موقف فيه توتر أو خوف، بيحكيه بالشكل اللي مخه عايز يوصفه.
يعني مثلا ممكن تبقي بتتخانقي مع زميلتك عادي او حصل مشاده كلاميه بينك وبين زميلتك، فلما تيجي تحكي لزميلتكم الثالثه تقول لها دي زعقت لي، دي علت صوتها عليا، دي شتمت، دي مش عارف ايه، وهي ولا زعقت ولا شتمت ولا حصل اي حاجه، ولكن انت مخك قل في الموقف ده كله. فالقصه دي بتحصل بقى في حاجات كتير جدا. عمرك دخلت خناقه كده وبعد ما دخلت خناقه حكيتها لحد وطلعت انت الملاك البريء ابو جناحات، واكتشفت لما قعدت مع نفسك ان انت فعلا اللي اذي الشخص ده؟ عمرك فكرت كده؟ طب هل انت لما بتمر بموقف في حياتك وتيجي تحكيه لحد بتقعد تفتكر ان الموقف اللي انت حكيته ده هو نفس الموقف اللي حصل ولا لا، ولا الكلام لما يطلع منك بيطلع وخلاص؟ اصل انت لما بتيجي تحكي حاجه وتقولها بالطريقه بتاعتك، انت ممكن كل مره تحكيها لكل شخص تضيف تفصيله او تشيل تفصيله، مش بتاخد بالك من الحته دي؟ يعني جرب كده تحكي حاجه حصلت معاك لثلاث اربع اشخاص بس منفصل المواعيد. يعني انت النهارده حكيت لواحد، عدي اسبوع مثلا واحكي لواحد تاني، هتلاقي نفسك بتحكي القصه بطريقه مختلفه، بشكل مختلف تماما عن الطريقه اللي انت حكيت بيها اول مره. زي ما قلت لك، مخك عامل شبه المخرج السينمائي اللي عنده مونتاج وعنده عده تصوير كامله وبيعمل فيلم جوه دماغك. الحقيقة إن مخك لما بيلاقي حتة فاضية كده ما بيسكتش، بيملاها. يعني لو لقى قصة مش كاملة بيكملها. في بحث اتعمل على مجموعة من الناس، جابوهم وعملوا نفسهم بيسألوا أهلهم عن تفاصيل حياتهم، وبعد كده جابوا الأشخاص. يعني مثلا جابوا أب وأم وأولاد، أخدوا الأب والأم في أوضة وسألوهم عن تفاصيل حياة أولادهم، بعد كده جابوا الأولاد وقالوا لهم أنت عملت إيه في المول لما كنت ضايع وأنت صغير؟ أصل ماما وبابا قالوا ان انت كنت ضايع في المول وانت صغير. رغم ان ده ما حصلش، الا ان كل الناس اللي تعرضوا للتجربه دي قعدوا يحكوا ازاي هم ضاعوا وكانوا بيسالوا مين، بل في ناس منهم اصلا قعدوا يقولوا اشكال المحلات واشكال الناس اللي سالوهم. انت متخيل ان المخ الف قصه وبدا يحكي فيها والقصه دي ما حصلتش؟ انت متخيل اللي حصل؟ خلينا نرجع معاك بقى للظل والتلاعب والنفسية وعلم النفس الأسود، ونتكلم على الأشخاص اللي بيقدروا يسيطروا عليك بلغة الجسد. أنا إن شاء الله هعمل حلقة كبيرة جدا عن لغة الجسد وهتكلم فيها بالتفصيل الممل عن لغة الجسد، ولكن طالما احنا بنناقش علم النفس الأسود يبقى نشوف الحتة دي في علم النفس الأسود. خليني أتكلم معاك. عمرك رحت تعمل انترفيو في مكان، فلما دخلت قعدت مع اللي بتعمل معاه الانترفيو اتوترت أول ما شفته؟ شخص هادي، ما بيتكلمش كتير، بيسمعك اكتر ما بيتكلم، عنده اي كونتاكت، ساكت وثابت وبيسمع وبس. عمرك اتوترت جدا لما لقيت حد كده؟ طب عمرك رحت تقابل حد عشان تديله حاجه انت او تبيع له حاجه كبيره ولقيت الشخص ده ما بيتكلمش وحسيت ناحيته الاحساس ده؟ طب عمرك حسيت ان مديرك بيوترك مجرد ما يخش عليك؟ عارف الاشخاص اللي عندهم كاريزما طاغيه جدا، تحس ان هو مسيطر عليك من اول لحظه في القعده؟ ده بيبقى دارس لغه الجسد كويس جدا، بيبقى فارد ظهره، بيبقى عنده اي كونتاكت قوي جدا عشان يوترك. مش زي اي حد، يعني ممكن وانا بتكلم معاك عيني تروح كده عيني تروح كده بس ارجع لك تاني، لكن في ناس وهو بيتكلم معاك متنح في عينك ومركز جامد جدا عشان خاطر يوترك ويتلاعب بيك نفسيا. لو انت حركت عينك وهو باصص لعينك، يعني لو انا باصص في عينك كده وبكلمك بهدوء واحنا اتنين بنتناقش في الموضوع وانت ديرت عينك يمين او شمال، قعدت تعمل كده او بصيت لتحت، لو بصيت لتحت كده هو سيطر عليك. وهو ده اللي هو بيعمله، هو بيبقى باصص في عينك ومركز كويس جدا وبيحاول على قد ما يقدر ما يشيلش عينه من عينك لحد ما يوصلك انت للحته دي، بيفضل مركز معاك لحد ما انت تنزل عينك او تغير وشك او تغير وشك. طب في حاجه تانية بقى، ممكن يخليك قاعد يعدي من جنبك يحط ايده على كتفك او يطبطب على ظهرك. ده كده نوع من انواع الهيمنه او السيطره. انا مسيطر عليك، انا اللي فوقيك، انا اللي هنا الرئيس، انا اللي هنا بقول الكلمه. طب عمرك قعدت مع حد ولقيته قاعد عامل كده فارد ظهره وبيسمعك وعمال يهز في راسه كده؟ فردة الظهر بالصدر دي هو كده محسسك ان هو واخد مساحه كبيره من المكان وان هو اضخم منك واكبر منك، فهو مسيطر على المكان. عشان كده ناس كتير جدا لما بيلاقي حد اكبر منه في حجم بيتوتر. يعني في ناس كده اللي هو طويل وعريض كده، حتى لما بيلعبش جيم ما بيلعبش حاجه بس هو جته كده اللي هو طويل وعريض كده، فانت تشوفه تحس ان انت خفت كده او مش ايه اللي حصل، هو وترك بان هو خد حجم كبير من المكان. وفي ناس بتقصد ان هي تعمل كده، سواء مدير او حد بتعمل معاه انترفيو او حد رايح تعمل معاه ميتنج او حد رايح تعمل معاه صفقه، هو بيحاول على قد ما يقدر ياخد مساحه اكبر من المكان. بيقف مثلا حاطط ايده في وسطه بالشكل ده كده عشان يوريك ان هو واخد مساحه كبيره، يفضل طول ما هو بيتكلم بيفتح ايده جامد عشان يحسسك ان انا مسيطر وانا مهيمن. بيبقى نبره صوته اعلى من نبره صوتك شويه، بيبقى مركز في عينك جدا وبيبقى ثابت وكل كلمه طالعه كانها رصاصه. في حاجه تانية بقى، ممكن الشخص ده وهو بيتكلم معاك يبتدي يوترك، يبتدي يسألك في تفاصيل أزيد من اللازم، يبتدي يكذبك في نقطة معينة، يبتدي إن هو يخش في كل حاجة أنت بتقولها ويشكك فيها. يعني أنت مثلا بتقول له أنا السنة اللي فاتت سافرت لندن وعملت مش عارف إيه. السنة اللي فاتت إمتى؟ مش المطارات كانت مقفولة السنة اللي فاتت؟ فأنت
حتى لو ده ما حصلش او حتى لو ده مش موجود فتلاقي نفسك بتطرش، لا مسافه شهر 10. امتى 10؟ اصل المطارات كانت مقفوله لحد 20 يبتدي بقى يخش عليك في حتت كده، يضغط عليك في حاجات، عايز يكذبك، عايز يوقعك في حاجه، عايز يشوف ردة فعلك لما بتتوتر بتكون عامله ازاي. واحنا اتكلمنا طبعا في حلقه الهدوء تحت الضغط عن الموضوع ده وازاي تعدي الازمه دي. ولكن خليك عارف ان الشخص ده هو محتاج منك شويه ثبات، وهو بيعمل كده قاصد عشان يوقعك، هو بيعمل كده قاصد عشان يوترك، هو عايز يخش معاك في لعبه نفسيه معناها انا مسيطر او انا مهيمن. زي مثلا لما حد يجي يسلم عليك ويخلي ايده فوق ايدك كده، يعني هو مش بيسلم كده، هو بيحط ايده كده من فوق ايدك، بيبقى ظهره مفرود. زي ما حد انت جاي تسلم عليه فبيسلم عليك بشغف وبيجري يسلم عليك، وانت فارد ظهرك وبتسلم عليه بالراحه، هو داخل عليك وانت ثابت في مكانك. ودي بيستخدمها الرؤساء طبعا، اللي تلاقي رئيس دوله رايح يقابل رئيس دوله فبيبطئوا حركتهم بحيث ان واحد يبقى ماشي بسرعه اعلى والتاني بيمد ايده بالراحه عشان يبان ان هو كاريزما وتقيل وان التاني هو اللي محتاجه. وده في علم النفس قوي جدا، معناه انا المسيطر هنا، انا المهيمن هنا. الطريقه بتاعت السلام بتاعتك والطريقه بتاعت الوقفه بتاعتك والطريقه بتاعت الكلام بتاعتك بتفرق جدا 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 لو رايح تقابل حد اول مره تشوفه، خصوصا في الفيرست امبريشن ده اللي هي اللحظه الاولى، اول ما اشوفك اول 3 ثواني. لما تقابل حد زي ده في حاجات معينه كده هو بيبقى بيلاحظها فيك، وخلي بالك الا تعملها قدامه. يعني حاول ما تغلطش في الحاجات دي قدام الشخص ده، زي مثلا ان انت تقعد مشبك ايدك كده. في فرق كبير جدا من ان انت مشبك ايدك كده وان انت مشبك ايدك كده. بستغرب قوي لما بلاقي مجموعه من الشباب قاعدين مع بعض مثلا وواحد فيهم قاعد عامل كده او قاعد عامل كده، انت هتاخد على القعده دي، القعده دي هتبقى قعدتك. فلو انت رايح تعمل انترفيو او رايح تعمل تفاوض على حاجه معينه فهتبقى دي قعدتك، بدل ما تخلي دي كده خليها كده. هتفرق كتير جدا. دي معناها ان انت واثق في نفسك، لكن دي معناها ان انت متوتر وخايف، وبتفرق كتير جدا 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 من شخص للتاني. فردة ظهرك دي مش هتخسرك اي حاجه لو انت اتعودت ان انت وانت قاعد تفرد ظهرك كده، دقنك تبقى عاليه لفوق. حاول تخلي بالك من الحاجات دي كويس جدا. التاني متلاعب بيلاحظ فيك الحته دي، بيلاحظ ان انت دقنك بتنزل، كتفك بيميل لقدام، وايدك بتعمل كده. دي قعده واحد خايف. تمام، خلي بالك كويس جدا من الحته دي. عشان تاخد بالك كويس جدا من واحد بيحاول يتلاعب بلغة الجسد وواحد هو أصلا دي طريقته في التعامل، حاول تراقب الشخص ده كويس جدا. شوف الشخص ده بيتكلم ازاي، وحاول تشوف هل لغة الجسد بتاعته قريبة من الكلام اللي هو بيقوله. يعني هل هو واثق في نفسه جدا ولا لا؟ يعني ممكن واحد يقول لك مثلا ده أنا دخلت خناقة وضربتهم كلهم، بس هو قاعد بيتكلم عامل كده ورجله متشبكه في بعض، معنى كده ان الشخص ده اصلا كان خايف في الوقت ده، معنى كده ان الشخص ده اصلا اتعرض لطريقه تعنيف في الوقت ده كانت جامده جدا. فما تقولش كلام ببقك انا عيني مش مصدقاه، راقب التكرار. لو واحد بيكذب او واحد بيحاول يداري حاجه هتلاقيه بيكرر الكلام او بيحاول يدوس على نقطه معينه عشان يوصل لك ان النقطه دي حصلت بجد. فده انا ضربتهم، ده انا ضربتهم جامد، ده انا ضربت مش عارف كام واحد منهم، هو عايز ياكد على نقطه ضربت دي. فالشخص ده مش الموقف ده ما حصلش معاه بجد. يعني فكرة التكرار في الكلام بتبين ان الشخص ده المواقف دي ما حصلتش معاه بجد. طب عمرك قابلت نوع من الاشخاص هو ما بيستريحش غير والدنيا حواليه بتولع، كل ما حياته تستقر يبوظها؟ يعني يبقى ماشي في شغل كويس ويقبض قبض كويس يروح جاي سايبه ورايح شغل تاني بقبض اقل ويبوظ حياته. يبقى مستقر جدا في بيته مع مراته او مع خطيبته وتلاقيه مرة واحدة فركش الخطوبة دي او فركش الجواز ده. هو ليه بيعمل كده؟ هل الشخص ده شراني مثلا ولا هو دخل في نوع من انواع العلم النفس اسمه ادمان الفوضى؟ ادمان الفوضى ده بتبقى كارثة لو موجود عند حد ولازم يتعالج. ليه بقى؟ لان الشخص ده بيكون اتربى في بيت كله فوضى، كله مشاكل، كله خناقات، فهو ما بيهداش غير لما يطلع بيحب حاجات دي. هو بيحب فوضى حواليه على طول، هو بيحب حياته تكون مش مستقرة، بيحب يعيش في توتر في قلق، فدايما بيخلق لنفسه المواقف ده. والناس دي او النوع ده من الناس لما بيجي يتجوز بيقلب الدنيا، لانه ممكن يوقع الناس في بعض، ممكن يعمل مشاكل مع مراته، ممكن يقلب الدنيا، ممكن يعمل مشاكل في الجيران في بعضها. المهم ان هو يبقى قاعد مش مستقر وحياته مش مبسوطة، طول الوقت مضغوط، حتى لو المشاكل دي بتأذيه على فكرة. يعني الشخص ده بيكون مأذي في حياته طول الوقت، طول الوقت بيحس بخطر، طول الوقت بيبقى في مشاكل، هو بيبقى مبسوط كده وبيبقى الدوبامين بيتفرز لما بيخش في الجزئية دي. فهتلاقي الشخص ده بيكسر كل حاجة حلوة حواليه، فتبقى مستغرب جدا، يا ابني ما انت عربيتك كانت حلوة جدا بعتها ليه؟ هو مش عارف هو عمل كده ليه، بس هو مبسوط ان هو اتحط في الضغط ده، او هو مبسوط ان هو خسر حاجه، او هو مبسوط ان هو عمل كده، هو من جواه بيكون سعيد جدا على فكره. مخ الشخص ده بيفسر الفوضى دي على اساس ان هو
بيكون على أتم استعداد لأي نوع من أنواع المشاكل، وإن هو بيتعلم من المشاكل بتاعته دي، فهو بيبقى فرحان جدا لما يخش في مشكلة وبيقول لك أنا بتعلم منها وبتديني درس ومش عارف إيه، مع إن هو اللي بيحط نفسه في المشكلة أصلا. أنت لو رجعت لأصل المشكلة هتلاقي إن هو سبب المشكلة. النوع ده من الناس بيبقى عنده فرط في التفكير، وبيبقى عنده نوع من انواع التوتر لو حياته مشت مستقرة، او لو قعد كام يوم كده من غير ما ينكش في حد او يعمل اي مشكلة. فالنوع ده من الناس بجد لازم يروح لدكتور نفسي ويتعالج. فانت لو بتحس كده او لو انت بتتعرض لحاجة زي كده لازم تعالج نفسك من الجزئية دي، لان هي كارثة كبيرة جدا. وعلى ذكر علم النفس الاسود والناس الشريرة اللي احنا بنشوفها في حياتنا، عايز انبهك كويس جدا 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 من اي حد انت ما تعرفوش بعتلك حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي عموما. حد انت ما تعرفوش، ما تعاملتش معاه قبل كده، ما تعاملتش معاه بشكل مباشر، حتى لو بيكلمك في شغل، فالافضل ان انت تتكلم معاه كتابة وما تفتحش اي لينك اي ستيكر اي حاجة يبعتهولك. لان انا شخصيا اتعرضت ان الاكونت بتاعي اتهكر من فترة قريبة. الهاكر الاكونت هكره بطريقه ذكيه جدا وبسرعه جدا جدا فوق ما تتخيل. فتح الكاميرا بتاعتي، قعدت 4 ساعات شغاله وانا مش عارف ان الكاميرا بتاعتي شغاله. دخل على كل حاجه موجوده في الموبايل، اخد الصور بتاعتي كلها واخد الحاجات بتاعتي وعمل بيها اكونتات وهميه، وابتدى ان هو يعمل عليها حاجات ويعرض من عليها منتجات وياخد فلوس من ناس انا ما اعرفهاش، او يطلب فلوس من ناس انا ما اعرفهاش. كل ده حصل في اقل من 6 ساعات قبل ما اقفل الاكونتات اللي هو فتحها. ولكن الفكره كلها ان الشخص ده انتشر بسرعة جدا في فترة قصيرة جدا. هل أنا مش عارف هل كان الشخص ده مثلا مراقبني فعمل أكونتات باسمي وكان مجهز إن هو ياخد الصور من على التليفون ويعمل كده، ولا دي شبكة كبيرة، ولا إيه اللي حصل؟ بس كل اللي أنا كنت عارفه إن الناس دول ما كانوش مصريين، وإن الموقف ده كان من أخطر المواقف اللي عدت عليا في حياتي. لأن أنا فتحت لينك أنا معرفوش، وأنا طبعا مش غبي عشان أفتح لينك أنا معرفوش، ولكن واحد دخل لي عشان يكلمني في حتة أنا عايزك في بيزنس ومش عايزك في بيزنس وتعرض لي مش عارف إيه وحاجه ليها علاقه بالاعلانات والكلام ده، وده المنتج بتاعي. راح جاي باعت لي اللينك، فدوست على اللينك ودخلت. فجاه التليفون بتاعي بقى مش بتاعي. فحاول على قد ما تقدر تخلي بالك كويس جدا من اي حاجه بتحصل معاك في حياتك، خصوصا على الانترنت. حد انت ما تعرفوش ما تثقش فيه، حد انت ما تعرفوش ما تتكلمش معاه، حد انت ما تعرفوش بعت لك ستيكر على الواتساب، بعت لك لينك، بعت لك صوره، بعت لك اي حاجه، ما تفتحهاش. ولو عايز تتكلم مع حد انت ما تعرفوش من على النت في بيزنس، فالافضل ان انت تنزل تقابله او ان انتوا تتكلموا مع بعض في تليفون. اكبر مشكله ممكن يخش لك منها النصاب او ممكن يخش لك منها الهاكر هو حاجه من الاتنين. لو انت بنت ممكن يخش لك بصيغه الحب وان هو بيحبك وعايز يتجوزك ومش عارف ايه، ويفضل معاكي لحد لما يوصل اللي هو عايزه. وفي حد تاني اللي ممكن يخش لك عن طريق شغل، والله احنا شركه فلان الفلاني عايزين توظيف، خش املى بيانات في اللينك الفلاني. ما تملاش بيانات لحاجه وما تدوش على اللينكات انت ما تعرفهاش. دي اول حاجه. تاني حاجه، ما تخشش على ما يجيش مثلا يقول لك ايه انا عايزك تعملي اعلان للمكان بتاعي وده شكل الاعلان زي ما حصل معايا، او يبعت لك ستيكر على الواتساب فتدوس عليه. الموضوع اخطر بكتير جدا مما تتخيل. عارف يعني ايه موبايلك يبقى ضدك؟ كل حاجه محطوطه على الموبايل مش امان. حاول ما تحتفظش او ما تحتفظيش بصور شخصيه على موبايلك. حاول على قد ما تقدر تخلي بالك كويس جدا انت حاطط ايه على موبايلك، لان موبايلك ده مش ملكك، ممكن في ثانيه يبقى ملك حد تاني. مش لازم حد يسرق موبايلك عشان خاطر يشوف الحاجات اللي عليه، مش لازم حد يبقى جنبك عشان يشوف الحاجات اللي عليه. ممكن حد بينك وبينه مسافات زي ما حصل معايا، بقول لك هو من دولة تانية اصلا وهكر التليفون بتاعي، هياخد كل الصور اللي موجود عليه وهو مزاجه. يعني اللي خد الصور بتاعتي دي عمل بيها اكونتات وكان بيطلب من الناس، بيضيف الناس اللي انا اعرفه ويطلب منهم فلوس على اساس ان انا بس. لحسن الحظ هو كانت لهجته مختلفة، فكان معروف ان هو مش مصري، فالناس بدأوا يتصلوا بيا يسألوني وينبهوني ان ده بيحصل. فخلي بالك كويس جدا من اي حد انت بتتعامل معاه، وما تديش الامان لاي حد من على النت. والافضل ان انت ما تقبلش اضافه حد ما تعرفوش احسن. ولو خلاص ناوي ان انت تقبل اضافه حد، خش على الحد ده وشوف صوره في الاكونت، شوف هل هو حقيقي، شوف عنده كام صديق، شوف في بينك وبينه كام صديق قبل ما تقبل اضافته، واسأل هو مين واعرف هو مين كويس جدا. لو انت ولد هيقابلك كتير جدا ان بنت اجنبيه تبعت لك اضافه على الفيسبوك ما تقبلهاش. اكونت فيه 40 23 واحد ما تقبلهوش. الناس اللي انت ما تعرفهاش اللي بتكون حاطه صور موبايلك فيها، مش طبيعي خالص يعني ان واحده اجنبيه ولا واحده ليبيه ولا سوريه شكلها حلو قوي تخش تقول لك انت هاي ازيك وحشتني او انا بحبك او انا معجبه بيك وسابت الناس كلها اللي في الدنيا. مش طبيعي، خليك منطقي. فحاول على قد ما تقدر تخلي بالك من كل حد بيتعامل معاك لو انت ولد. ولو انت بنت خليكي حريصه 1000 مره ان تليفونك ده مش بتاعك وان هو ممكن يتهكر في اي ثانيه. فما تحطيش عليه صورك كتير وما تحطيش عليه حاجات تانية كتير. هو النصاب او المحتال الالكتروني مش محتاج اكتر من وشك بكذا زاوية عشان يعمل بيه اللي هو عايزه.
دلوقتي برامج الاي اي تقلب الدنيا وتخرب الدنيا وتعمل بلاوي سودا. هو مش محتاج بس غير ان هو يشوف وشك من قدامه ومن جنبه ومن موقف انتهى. فلو انت عندك صورتين على الموبايل شيليهم، حتى لو انت لابسه فيهم لبس كويس، حتى لو انت لابسه فيهم لبس خروج، شيلي اي حاجه من على موبايلك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واشوفكم في حلقات تانية كتير في برنامج عقل وقلب. جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا. صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما، لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع احسن نتيجة.